دايما بنتكلم عن الأسهم والاستثمار في البورصة، وإنك لازم تكون مستثمر طويل الأجل. بس في ناس كتير بتكون مشكلتها بداية الاستثمار واختيار الأسهم. فلو أنت لسه مبتدئ ومحتار ومتشتت في اختيار الأسهم بتاعتك، الفيديو ده مفيد ليك. بافتراض انك خلاص قررت تستثمر فلوسك او جزء من فلوسك في البورصة، وتحديدا في الاسهم، تبدأ تدخل في المرحلة اللي بعد كده، وهي المرحلة الاصعب، اختيار الاسهم. عدد الشركات المدرجة في البورصة اكتر من 200 شركة. اشتري سهم ايه الافضل؟ وتبدأ رحلتك في التعلم. فتسمع نصيحة مني او من غيري انك لازم تنوع المحفظة بتاعتك بين القطاعات المختلفة. فتحتار اكتر وتسأل، ما هو في قطاعات كتير، اختار اي سهم من كل قطاع؟ ما كده عدد الاسهم هيكون كتير. فتسمع نصيحة تانية انك تخلي المحفظة بتاعتك 3 أو 4 اسهم بس. وبعد كده نوصي انك لازم تحلل الشركة ماليا وفنيا، فتبص على كل قطاع تلاقي فيه 10-12 شركة مثلا، محتاج تحللهم وتختار افضلهم. فتزهق وتبتدي تريح دماغك وتدخل على السوشيال ميديا وتشوف الناس في الجروبات بيتكلموا او بيشكروا في اسهم معينة، او تسمع اسم شركة انت عارفه اصلا او بتشتري منتجاته فتشتريه بطريقة عشوائية، والنتيجة لكل ده هي في الاغلب الخسارة. النهاردة هشارك معاك الطريقة اللي بختار بيها الاسهم بطريقة مبسطة وبخطوات منطقية، بحيث نقلل التشتت ونختار الاسهم اللي تكون مناسبة لينا. في البداية كده بنحدد المبلغ. مثلا انا معايا 200-300 الف وقررت ادخل ب100 منهم في البورصة، يبقى ده رأس المال اللي هندخله في الاستثمار، بحيث اخر السنة نشوف ال100 الف دول بقوا كام، او كسبنا منهم نسبة كام في المية. تمام، كده بقى معانا 100 الف وهنحطهم في اسهم الشركات. تاني خطوة هي انك بتحدد المعايير. ازاي؟ انك تحط معايير بتكون مناسبة ليك انت. معايير زي شركة بتوزع ارباح بحيث تكون عائد دوري ليك، تكون الشركة قوية بتكسب عشان لما تزود عدد الاسهم تكون بتزود في شركة قوية وكبيرة، بيراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، يعني ما يكونش بنوك أو شركة سجاير مثلا. نسبة توزيعات الأرباح بتزيد، وده عشان مشكلة التضخم. ما يكونش شركات بتشتغل في قطاع معين، مثلا في قطاع العقارات عشان مش حابب القطاع ده. شركات يكون لها أصول مادية ملموسة، يعني الأصول بتاعت الشركة تكون عبارة عن أراضي أو مصانع أو عربيات. شركات تكون بتشتغل في حاجة أنت فاهمها أو عارفها، أو عارف البيزنس موديل بتاعها. مصنع مثلا بيصنع ويبيع، شركة زراعية بتزرع وبتصدر الإنتاج. ما كنش حاطط الفلوس في شركة مش عارف هي بتشتغل في إيه وبتكسب من إيه. لما هتطبق المعايير بتاعتك هتلاقي نفسك وصلت لكام سهم، هم دول اللي ممكن تستثمر فيهم. وتدخل على المرحلة الأخيرة اللي هي التحليل، وأهمهم التحليل المالي طبعا، ودي خطوة لا غنى عنها عشان تختار أفضل اختيار منهم. واللي بيطلع من التحليل المالي هم دول الأسهم اللي هتستثمر فيهم. والمرحلة اللي بعد كده التحليل الفني، ودي بس عشان تعرف معلومة واحدة، وهي هل السعر الحالي مناسب للشراء ولا لا. يعني ممكن يكون السهم حلو جدا بس في قمة حاليا، يعني بتختار أفضل 3 أسهم سعرهم الحالي كويس وتقدر تستثمر فيهم حاليا، وبتتابع 3-4 أسهم تانيين لو سعرهم بقى كويس تشتريهم. طبعا كل مرحلة من دول هتاخد منك تفكير ووقت ومجهود على حسب كل شخص ومعايير اختياره، ولكن انت بتعمل الموضوع ده مرة واحدة وخلاص. بتكون عارف الأسهم اللي اخترتهم، وممكن تحدد كمان نسبة كل سهم ونسبة السيولة. يعني لو افترضنا مثلا على نفس المثال ان معاك 100 ألف، هتحط في أفضل سهم فيهم 30%، وتاني سهم 25%، والتالت 20%، وهتخلي معاك سيولة 25% لو أي سهم من الأسهم دي نزل، علشان تعمل متوسطات، أو لو سهم من الأسهم اللي انت متابعها سعره نزل وبقى مناسب للشراء. تعالى ناخد مثال عشان الفكرة توضح أكتر. لو افترضنا ان دي كل الأسهم في البورصة المصرية، يلا نطبق المعايير بتاعتنا. فين الشركات اللي بتراعي أو بتشتغل وفقا لمعايير الشريعة؟ دول. فين الأسهم اللي بتوزع أرباح منهم؟ دول. يلا نختار. هنختار الأسهم دي، يبقى نحلل الأسهم دي ونختار أحسن 3 أو 4 أسهم فيهم، والباقي نحدد السعر المناسب ليه بناء على أفضل اختيار. لو السعر وصله يبقى معانا في المحفظة. وطبعا ممكن تزود المعايير براحتك،
سواء ماليا أو فنيا، وفي مواقع بتساعدك في ده زي موقع انفستنج، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. أول ما بندخل بنختار ماسح الأسهم، والأداة دي بتسهل لك عملية اختيار الأسهم والمقارنة ما بينها بناء على المعايير أو الاشتراطات اللي بتختارها. بنحدد الأول السوق اللي هنشتغل فيه. أنا هنا هختار سوق مصر عشان يجيب لنا كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، ونختار الفلاتر ونشوف إيه الشروط أو المعايير اللي محتاجها في الأسهم بتاعتك، أو من خلال تطبيق ساندر هتلاقي هنا تبويب استكشف وتختار اللي انت عايزه، مثلا الموزعون يعني الشركات دي بتوزع أرباح، أو متوافق مع الشريعة يبقى الشركات اللي في التبويب ده متوافق مع الشريعة، أو قطاعات الأدوية مثلا بيكون مجمع شركات الأدوية في التبويب ده. ولازم هنا نخلي بالنا من حاجتين. أولا في بيانات بتكون ناقصة سواء في التطبيق أو في الموقع، يعني مثلا تبويب الموزعون ده فيه 17 شركة بس، إنما هم أكتر من كده. نفس الموضوع في الموقع، ممكن تلاقي بيانات ناقصة أو مش جايب كل الشركات. أتمنى أكون وصلت الفكرة ليك بطريقة مبسطة. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، وشاركنا في التعليقات ايه الطريقة اللي بتختار الأسهم بتاعتك بيها.